رسالتنا الثانية اليوم: صبحكم الله بالخير والعافية والبركة والنعم. ونحن دائما بنقولوا كلمة الحق عشان الناس ما يقولوا الإنسان ده صايم وبيتكلم. لا، احنا بنقولوا الحقائق. يعني مهما يكون كلامنا ألفاظنا انتوا بتشوفوها ما بتعجبكم، لكن احنا بنقولوا الحقائق. ما بناخذوا حق زول بري نهايا، بني آدم بري. في حق ما بندخل نهايا، لأن نحن نعرف الحق كويس. وإن الله حرم الظلم على نفسه. نحن الظلم ده ما بندور لأي بني آدم، حتى العدو ذاته نحن دايرين جزاءه بما فعل. من اعتدى عليكم اعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، زي ما قال القرآن بالضبط: العين بالعين والسن بالسن والباضي أظلم. القرآن قدم أخذ التار، قال من اعتدى عليكم اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ده معناه القرآن بيقول لك أنت عليك أن تأخذ حقك، لأن ما قدم كلمة من عفا لأخيه شيء. ما قال عفا دي جافة فيما بعد، لكن قال من اعتدى عليكم اعتدوا عليه مثل ما اعتدى. حتى بعدين جاب العفو متأخرا، ومن عفا وأصلح وكذا إلى آخره. لكن قدم إن تاخذ حقوقك. من اعتدى عليك اعتدى عليه، قدم لك حقوقك. أي بمعنى أن تعرف الله سبحانه وتعالى عادل، ما بيقبل الظلم. هو حرم الظلم على نفسه. كيف يعني يحرمك أنت من حقك؟ لذلك الله سبحانه وتعالى قدم إن تاخذ حقك، بعدين لو ما دار تاخذه عفيت، ده أصلحته، عفيته أصلحت، أجرك على الله. لكن قدم لك تاخذ حقك. طيب أخواننا في قبيلة، ونحن في الوقت الحالي ما دايرين نذكر اسمها. احنا هسه خلونا عيال دقلوا ديل، ما أحمدته أخوه وأخوانه وأسرتهم اللي بتشجعهم دي خليهم. ده موقفهم مثابت. هم قيادات الدعم السريع، وهم العصابة، وهم كبار العصابة، وهم اللي بقسموا الناس على كيفهم، وهم بوزعوا حصص للناس اللي بيقتلوه منه واللي ما بيقتلوه منه، واللي بيهينوه منه واللي ما بيهينوه منه، واللي بيخربوا مدينته منه واللي ما بيخربوا مدينته منه، واللي بيعتدوا عليه منه واللي ما بيعتدوا عليه. هم قاعدين اخواننا. احنا وقت بنقولوا آل دقلو والماهرية اخواننا ما قاعدين نتكلم الناس دي نظلمهم. الناس ديل ده في علم هم ماسكين الدعم، وهم من يوزعوا على كيفهم القتل والخراب. ده شيء يعني ما داير. يعني نحن ما شغلنا زعل من ناس ساكت كده أبرياء وناس ما عندهم دخل في الموضوع ونحن ماسكينهم ساكت. لا 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 لا، احنا بنقول الماهرية مسامحين لعيال دقلو ان هم اولادهم واولاد قبيلتهم وبيبطشوا في الناس وبيقتلوا في الناس، وهم بيشجعوا وهم قاعدين وهم سايقين الشغل، وده شغلهم. يعني احنا ما اعتدينا على زول ساكت، ده شغلهم. طيب في قبيلة تانية عداوتها نمرة 2 للمحاميد ولهلال، وفي ناس فاهمينها وفي ناس ما فاهمينها، وناس هلال فاهمينها. القبيلة دي مخنفرة خنافرة طك. هم كل ما يلقوا ثغرة للمحاميد بيضربوا ضربة تحت اللباط، وبتفصحوا وبيضحكوا، عاملين نفسهم هم العرب الأصليين وهم الأصل، والناس تعرفهم. احنا هسه ما دارين نبحر فيهم كثير، لكن ايضا الدوسي حقهم، الملف حقهم موجود قاعد. ما في شيء. نحن شوف، انا اللي بتكلم ده ما في حاجة كبيرة ولا صغيرة رايحة علي نهايا. انا ما بتكلم حاجة من فراق ولا قاعد اجوط ساكت وكلامي اللي بيطلع من مرارات ده، لان انا عارف اوكار الذل والهوان واوكار الخراب واوكار اللعنة واوكار الجبروت واوكار الخزي والعار. انا عارف الناس ضد موسى وضد وجود موسى وضد تكتل المحاميد وضد وحدة المحاميد وضد الاسم ذاته. إن ليه يكون في اسم محاميد ونحن نكونوا يعني بعض الناس تابع له في الفاضي ساكت، وهم لما يمشوا بليبيا بيمشوا بياكلوا باسم المحاميد، وفي نيجر بيمشوا بياكلوا في اسم المحاميد، وفي دول تانية بيمشوا يمثلوا انفسهم باسم المحاميد، والمحاميد صفر ما الاسم ده. لكن هم ليه بيقولوا يا اخي الاسم ده موجود
وهم يعني نحن الاسم ده ليه ما يكون يتغير عشان يجمع ناس آخرين نبدل الاسم ده؟ هم زعلانين في الاسم وزعلانين في سيادة الاسم، لأن ده تاريخ والتاريخ ما بيتحول. ده تاريخ والتاريخ ما بيتحول، وهم بيشوفوا نفسهم هم الأكبر وهم الأولى، ومفروض الاسم ده يكون لهم هم، لأن هم هسه الاسم ده تابعيننا قاشيننا ما يمشوا برا. خلاص اللي يقولوه تاني ما عندهم حاجة آخر بيقولوها. طيب شوف العلامة دي قاعدة، هو موسى عارفك، القبيلة اللي أنا بذكرها ده موسى عارفها 100% أكتر مني، وعارف عداوتها 100% أكتر مني، وعارف هي ورا دقله ده بتفكك 100%، ودقله كان مجند فيهم ناس وهو بيقتلوا وبيختالوا، والشيء ده واضح ما داير. لكن أنا ما داير أذكر الفلانية، لكن لما يجي وقتها، لما يجي وقتها نحن بنذكروها في الوقت المناسب. لما نتخلص من ديل هم مسجلينك موجود في الدوسة، موجود في الملف، وأفعالك اللي بتفعلها ووسواسك التحت اللي بتوسوسه ومسخرتك اللي تتمسخرها وقلة أدبك اللي بتعملها، وكل ما تلقى فرصة للمحامي تضرب تحت اللباط بتحت دقله، ده كله نحن عارفينه. لأن شيف والله أنا أحلف لك الدقلاوي ده هو مش صاحب مملكة، وبقتل وبيعمل في ناس أمر كيدا للمحاميد، أمر وجعة وبدون أي سبب. يعني أنت لو بتفتش في التاريخ والله ما بتلقى سبب اللي كان سبب خير يعني المحاميد فعلوا لهم، وما بتلقى يعني إنسان أخذ في حقهم والله ولا مثقال ذرة. لكن أنا ما عارف المزعلهم شنو والكايتهم شنو، وليه بس هم زعلانين من اسم المحاميد، وليه زعلانين من شيوخ موسى هلال، وليه خايفين من وحدة المحاميد، ليه بس؟ ليه يعني بس؟ يلا القبيلة دي خط العريض، وهي ذاتها بتعرف افعالها، هو ذاتها هسه لما نسمعوا الكلام ده اللي هم اللي بتمسخروا هسه بتشوفوهم في الميديا، وهبه موسى ونحن محاميد يعني بسوقوا لموسى، بسوقوا لحمايه الاعلام هسه بتشوفوا اللي بيمثلوا انفسهم محاميد عشان يقشوا في المحاميد ويخضعوا المحاميد في الميديا ان هم محاميد ورضيانين، وبيجوا باسم القبائل. زي الولد النهار داك دخل بيقول لك انا جنوبي، واسال وبحثت عنه والله تلقاه ولا عنده علاقه بالمحاميد ولا عنده علاقه بالله جنوب ولا عنده علاقه. وكل وهسه قاعدين بيقول لك والله موسى هلال ده ما نحن المحاميد وتقدم الصفوف المحاميد، والمحاميد مشوا خربوها، ودي مشكله بيناتهم ومشكله محمود يقتل محمود. انت زعلان من منو؟ ديل هم ذاتهم القبيله اللي انا بذكرها دي، ديل هم ذاتهم لان بيمثلوا القصه دي إن عشان المحاميد يزيدوا انهاروا أكتر، ولو دايرين يستتيروا في بعضهم. أنا ما فاهمك أنت أن القجر اللس بتاع المحاميد المساكين اللي بيدخلوا لك في اللايف وأنت كلمتين بتطفشهم وبيخافوا منك وبيجروا ديل، وخلاص بيقتنعوا انك انت محمودي، والقصه دي قصه محمودي لمحمودي. انا ما زيهم هم، انا انسان فاهم، الله فتح بصيرتي. الله لما يفتح بصيرتك اخواننا في زول آخر بيجي بيتدخل؟ ما في زول آخر. لكن أنا بقدرة الله سبحانه وتعالى عز وجل كبير وصغير عارفها. عارفك أنت بتدخل تمثل نفسك بمحاميد، والله نحن ورراك ونحن المحاميد بس فعلنا الفعلة دي وتستتير في منو لا 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 لا، نحن عارفين القبيلة اللي بتعمل الحرج دي، وعارفين عيال دقلو الأول وإنت الثاني. القصة دي مرتبة. انت لما يجي دورك هسي انا كده فيك ناس كتير فهموا لان قبيلهم ما فاهمين، في ناس كتير فهموا، ولما يجي دورك نحط لك تاخ واضحه كدي. هسي خلينا مع الدقلاوي ده، الدقلاوي الملعون ده، راس الحل، لا راس الفتنه ده، وراس الخراب، وراس الذل والهوان، وراس العار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله أوقاتكم بكل خير وعافية، الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار، وأجل الشفاء للجرحى والمصابين، وعودا حميدا للمفقودين. نسأل الله القدير أنه يكتب النصر المؤزر للشعب السوداني. طبعا كلنا عارفين الحصل في مستريحة، وده واحد من أعيان قبيلة المحاميد، وبوضح عن حقوق
اللي يؤخذ من الغير، يعني حقك انت بتقلعه بإيدك، وده طبعا برخصة إلهي. وبالتالي هم حاليا مجهزين كل شيء. وأيضا بيكشف عن القبائل الأخرى اللي هم موجودين، وأولهم الدولة طبعا معروف، والثاني القبيلة اللي رفض إنه هو يذكر اسمه مباشرة، ولكن وضح إنه القبائل اللي بتفتن وتعمل المؤامرات من أجل تفكيك قبائل أو المحاميد بقيادة موسى هلال، والحاجة الجايم شنو والهم حاليا قاعدين بيرتبوا له شنو. فالشغل ده كبير جدا، وكلنا عارفين إنه موسى هلال مشى وصل لأماكن الآمنة أكثر من 72 ساعة من خروجه للمكان اللي كان قاعد فوقه، وحاليا وصل فيه أماكن آمنة، وهيطلع بتصريحات ويوضح أشياء كثيرة جدا. ولكن الشباب الموجودين في داخل قوات الدعم السريع أيضا وضحوا رؤيتهم والحاجة اللي دارين يعملوه. فالشيء ده حاليا في أخبار أيضا إنه السافنا أيضا من ضمن الجماعة وشاف الحصل لأهله في المستريحة، وأيضا الأمم المتحدة أدان الكلام ده، وكذلك قيادات كبيرة من الجيش السوداني والمنظمات الإنسانية كلهم أدانوا الشيء الحصل في مستريحة. فنسأل الله القدير أنه يكتب النصر المؤزر للشعب السوداني.